السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الكحك زي ما انتم شايفين كده، هشة ازاي كده ومنفوشة جميلة جدا وناعمة ودايبة دوب كده، حاجة جميلة. وبسر دوبانها زي ما انتم شايفين في الفرفتة بتاعتها كده، تلاقيها ناعمة كده ومحببة كده جميلة، هتعجبكم ان شاء الله بطريقة امهاتنا ان شاء الله. وانا عملت بالسمنة على البارد. حاجة كده جميلة ان شاء الله هتعجبكم. شكلتها بقى بكذا شكل كده، شكل يعني زي ما انت عايزة. ندخل بقى على الفيديو، متنسونيش في اللايك وشير والاشتراك في القناة. انا عندي هنا انا استخدمت 2 كيلو من الدقيق، لكن انا هكتب لك مقادير الكيلو. تمام كده، وهقول برضو معايا مقادير الكيلو. انا هقول لكم، مش هقول لك على مقادير 2 كيلو اللي انا عاملاهم، انا هقول على مقادير الكيلو بس. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين من النشا، حطيت عليه رشة من الملح، حوالي ربع معلقة من الملح صغيرة. تمام كده. واحط عليه نص كيس من البيكنج باودر، واحط عليه كمان نص معلقة من ريحة الكحك، واحط عليه معلقتين من واحط معلقة واحدة بس من اللبن البودرة. تمام كده. قلب بقى، قلب 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 كله ببعضيه كده. دخل كل مقادير كلها كده مع الدقيق بتاعي. تمام. وبعد كده هنزل بالسمنة بتاعتي. السمنة بتاعتي زي ما قلت لكم انا عملتها على البارد، انا يدوب بس دفتها. تمام كده. واحط عليها مكون بقى جميل جدا هيديها ريحه السمنه البلدي كده، هيخليها ريحتها جامده جدا ان شاء الله هيعجبكم. المكون ده كل اصلا الفران شغاله بيه، لان طبعا عمره ما هيعمل بالسمنه البلدي، لكن هو بيعمل بالمكون ده. بس بقى العجين بتاعك براحتك، هو اهم حاجه بس العجين يا جماعه، خصوصا في الكحك. يعني ربع ساعه كده اقعدي بس في العجين بتاعك كويس جدا لحد ما توصلي لدرجه النعومه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا استخدمت 550 جرام من السمنة للكيلو، 550 جرام من السمنة اللي هو نص كيلو عليه معلقتين. حطيت المكون بقى اللي انتوا شايفينه ده ريحة السمنة البلدي. انا حطيت ازازة للكيلو، هي بتبقى ازاز صغيرة كده عند العطار، او لو هتجيبي من عند بتاع الحلواني ازازة كبيرة هتحطي نص معلقة. تمام كده. دخلي بقى كل مقادير كلها وكل مكوناتك مع بعضيها كده. وانا الخميره بتاعتي انا حطيتها كده حطيت معاها معلقه سكر مع بتاع ده، مع معلقه خميره مع كوبايه مج كده من الميه حوالي 200 ملي. وسبتها تخمر عقبال ما عملت بسيت العجين بتاعي. دلوقتي انا نزلت اهو بيها كده بلم بقى العجين. انا مش بقلبه، مش بعجنه يا جماعه، انا بس بتلمي بس العجين بتاعك مش اكتر، انتي تشربيه السوائل بتاعتك مش اكتر، لكن مش عجن، عشان انا مش عايزه العجين، لان انتي كتر العجن هيخليه فيه عرق، فيدوب لمي بس. وانتي بتلمي لقيتي العجينه بتاعتك لسه متماسكه، يبقى معناها ان هي ناقصها كده سمنه، عايزه ازود مثلا معلقتين سمنه كمان. طب انا لقيتها لا مش متماسكه، انا لقيتها مثلا دايبه زياده قوي، يبقى اديها مثلا معلقتين من الدقيق لحد ما تظبط معايا. تمام كده. وتلميها زي ما انتوا شايفين كده. انا كده خلصت العجينه بتاعتي ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، ناعمه جدا وجميله. وده سر اللي يخلي العجينه بتاعتك وتتاكدي ان الكحكايه بتاعتك هتطلع مظبوطه، انك انتي مجرد ما تمسكيها وتضغطي عليها بايدك تلاقيها ما يعني مش بتشقق منك ولا حاجه، ومظبوطه وما فيهاش اي مشكله. عندي بقى الكحك بتاعي شكليه. انا عندي ملبن وعندي عجوه. انا الملبن والعجوه، مسكت العجوه حطيت عليها معلقه سمنه ومسكتها دعكتها دعكه كويسه وكورتها زي ما انتوا شايفين. والملبن برضو شرحه، عملت نفس الفيلم، حطيت عليه معلقه سمنه ومسكته برضو ودعكته كويس، وبعد كده مسكته كده بالنشا عملته كور صغيره كده. احشي بقى انت بقى، ابتدي بقى شكلي الكحك بتاعك زي ما انت عايزه. انا استخدمت المنقاش طبعا، ان ده بيبقى جميل جدا، ده الطب تقريبا في الكحك بالذات، بيبقى جميل جدا في عمايل الكحك. واستخدمت البصمه زي ما انتوا شايفين كده. البصمه دي بتتباع عند محلات الحلواني كتير جدا، اللي هي البلاستيك دي، ورخيصه مش غاليه يعني. شكلي بقى زي ما انت عايزه. تمام كده.
انا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين انا بشكل اهو. هنشكل بقى كله زي ما انت عايزه كده، وهنبتدي بقى لمرحله التسويه بتاعتي. انت بتدخليه في الفرن في درجه حراره عاليه جدا، تكوني مولعه الفرن قبليها مثلا ب10 دقايق، وتحطيه في الرف الوسط، وبعد كده تهدي عليه النار. ده اللي هو الفرن، تهدي عليه النار تخليها وسط، وبعد كده تسيبيه حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعه وانتي متابعاه. بعد كده تولعي عليه الشوايه من فوق وخلاص. انا عن نفسي انا استخدمته في الفرن اللي هو الكهرباء ده، اللي هو بيبقى نظام السخان شغال فوق وتحت، فانا ولعت الاتنين فوق وتحت، بس انا كنت مولعاها من قبلها وسخنتها. تمام كده. حطيت برضو شلت الصاج وحطيت على الشبكة بس في الشبكة فقط لا غير يعني. زي ما انتم شايفين الكحك بتاعي حاجة كده جميلة، ان شاء الله هتعجبكم، جربوه بالطريقة دي. وطبعا في اخر الفيديو كل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش طبعا في اللايك على الفيديو اذا عجبكم، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكل المشتركين الجداد. وفي نهايه الفيديو اترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله.